عمرك سمعت يا صديقي إن في سمك بيطير؟ والإجابة واسمه السمك الطائر، والاسم العلمي ليها هو عائلة الإكسوسيتيدي. وده مش نوع واحد، ده في أكتر من 60 نوع مختلف. والسمك ده بيعيش في البحر الدافي بس، زي البحر الأحمر والمحيط الأطلسي والمحيط الهادي. طب السؤال هنا هو إزاي بيطير فعلا؟ عندهم زعانف كبيرة جدا شبه أجنحة الطيارة، ولما تحس بالخطر بتضرب ديلها بسرعة جوه المية وتطلع براه، وبتبدأ تنزلق في الهواء لمسافة ممكن توصل ل 200 متر. ايوه زي ما بقول لك 200 متر. هو السر مش في الطيران بس، السر في الانزلاق. يعني هي مش بتطير زي الطيور فعلا، لكنها بتستخدم سرعتها عشان تفضل في الهواء شوية وتهرب من الخطر. والخطر ده حيوانات سريعة جدا زي سمكة التونة والدلافين. تخيل يا صديقي ان سمكة الطائر بتستخدم البحر كأنه مدرج طيران، والطبيعة فعلا اذكى مما نتخيل. عمرك سألت نفسك ليه أغلب المقاتلين في اليابان كانوا حالقين نص شعرهم وسايبين بس جزء فوق؟ هل كان ده مجرد شكل ولا ليه أسباب أعمق؟ في الحقيقة التسريحة دي اسمها توشونوماجي، وكانت أكتر من مجرد موضة. دي كانت علامة إن الشخص ساموراي طبقا للمحاربين اليابانيين. الجزء المحلوق من الراس كان بيساعد الخوذة الحربية إنها تثبت كويس وما تتحركش أثناء القتال. أما الشعر المربوط لفوق فكان بيمنع العرق إنه ينزل على وشهم ويأثر على رؤيتهم. ومع الوقت بقت التسريحة دي رمز للشرف والانتماء، ولو ساموراي خسر مكان كان بيتجبر إنه يحلق شعره بالكامل. يعني ببساطة دي مش قصة شكل بس، دي قصة هوية وقوة وتاريخ كامل فوق راسهم. عمرك سمعت عن فخار بيتعمل بشعر الخيل؟ ده نوع مميز جدا من الخزف. هو مش بس شكله غريب، لكن طريقته في التصنيع هي اللي غريبة وغير تقليدية. الفكرة ببساطة ان القطعة الفخارية بتتحرق في الفرن لحد ما توصل لدرجة حرارة عالية جدا. وهنا بيجي الجزء المميز جدا، بيتم وضع شعر الخيل مباشرة على القطعة وهي لسه سخنة. فالشعر مع درجة الحرارة دي بيتحرق فورا، فبيسيب خطوط سودة رفيعة وعشوائية كأنها مرسومة بالدخان بالظبط. والنتيجة قطعة فنية مستحيل تتكرر مرتين بنفس الشكل. كل خط، كل تفصيلة عشوائية، لكن في نفس الوقت فيها جمال طبيعي مدهش. التقنية دي قريبة من أسلوب الراكو الياباني، بس دي بتتميز إن بيستخدم عنصر الشعر كعنصر أساسي في النحت. عشان كده فخار شعر الخيل بيعتبر فن مش مجرد صناعة. لو عجبك النوع ده من الفنون الغريبة قولي رأيك. عمرك سألت نفسك هما ازاي بيقدروا يبنوا مباني او كباري ضخمة فوق البحر، او ازاي بيقدروا يثبتوا اعمدة عملاقة في نص المية من غير ما تقع؟ السر كله بيبدأ من تحت خالص. في البداية بيستخدموا معدات حفر عملاقة بتوصل لقاع البحر، وبيبدأوا يحفروا لحد ما يوصلوا لطبقة صلبة جدا من التربة أو الصخور. بعد كده بيتم تركيب أعمدة ضخمة جدا، ودي بتتزرع جوه الأرض بعمق كبير جدا عشان تثبت المبنى. في أوقات تانية بيستخدموا حاجة اسمها صناديق عائمة، ودي بيكون زي نظام غرفة كبيرة بتنزل للمية، وبيتم تفريغ المية منها علشان العمال يشتغلوا جواها كأنهم على أرض يابسة. وفي مشاريع تانية بيتم صب خرسانة تحت المية باستخدام تقنيات خاصة تمنع اختلاط المية بالأسمنت. وفي النهاية كل ده بيخلي المبنى ده ثابت وقوي جدا. تخيل معايا انك تمشي في الشارع وكل خطوة بتاخدها بتولد كهرباء. في عالم بيعاني من استهلاك طاقة ضخم وتلوث بيئي، العلماء دايما بيدوروا عن مصدر طاقة جديد ونظيف. ومن هنا ظهرت فكرة ذكية جدا، ليه ما نستغلش حركة الناس نفسها؟ بدل ما الطاقة بتيجي من الشمس أو الرياح بس ممكن كمان تيجي من المشي بتاعنا. ومن هنا المخترعين اليابانيين اخترعوا طاقة اسمها الطاقة الكهروضغطية أو البلاطة الكهروضغطية. الفكرة ببساطة إن في مواد معينة أول ما تضغط أو تتعرض لوزن بتولد شحنة كهربائية صغيرة. يعني لما حد يدوس عليها الضغط بيتحول لطاقة كهربائية. مش طاقة ضخمة طبعا، لكنها فكرة ذكية في الاستغلال. اليابان من الدول اللي بتحب التجارب التكنولوجية دي، فقرروا يبدأوا بالتجربة دي في أماكن زحمة زي تقاطع شيبون في طوكيو، اللي يعتبر من أحد أكتر التقاطعات ازدحاما في العالم. كمان في محطة طوكيو تم تركيب أجزاء من الأرضيات بتقنية البلاطة دي عشان يشوفوا هل يمكن فعلا تولد كهرباء مع حركة الناس الكتيرة.